أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة مملكة أنوار الصالحين مع أخوكم الشيخ المغربي. اليوم عمل قوي من الأعمال العشق، وهو طلاسيم عشق الإناث. هذا الطلاسيم إذا حملته معك كل الإناث تنجذب إليك بالطاعة والسلب والمحبة، ويكتب في ساعة خاصة، يعني يكتب في ساعة خاصة لك مع توافق اسمك، وفي اليوم الخاص يكتب بماء ورد وزعفران، وثم تتركه ليوم واحد في البيت، يعني في مكان مظلم، وفي الغد تحمله معك، فبإذن الله سوف ترى ما يسرك. وهذا السر فهو كما قلت لك، فهو خاص فقط طلاسيم عشق الإناث، يعني ليس لديه خاصة إلا هذا الخاصية يا إخواني الكرام. وقبل أن نبدأ كما تعودنا صلوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي من الحكمة وفصل الخطاب آتينا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني الكرام، هذا السر إذا أردت أن ينجح معك يجب أن تعمل قبل، يعني يجب أن تكون لديك النية والوثوق بهذا العمل. ثم سوف تقرأ إما سورة ياسين 7 مرات، يعني قبل ساعتين، أو تقرأ الآية العفريتية 1000 مرة، إنه من سليمان إلى آخره، فبإذن الله وتعمل بهذا السر. فكما قلنا فهو طلاسيم خاص، يعني عشق النساء. أولا نكتب بهذه الطريقة، هنا 2، هنا حرف اللام، هنا حرف الميم. والكتابة كما قلنا تكون بماء ورد وزعفران، وهو طريقة سهلة لا يستغرق معك الوقت كثيرا. حرف الميم 9، ولكن عند العمل به يجب أن تتركه في المنزل، يعني تتركه لمدة يوم واحد ثم تحمله معك. هذا ما سوف تكتبه، ثم تكتب التحت فقط، تكتب توكلوا بخطف أنظار الإناث، توكلوا بخطف أنظار الإناث. وكما قلنا فهو طلاسيم عشق الإناث، يكتب في ساعة خاصة ويوم خاص، يعني متطابق مع اسمك. الساعة واليوم يكون متطابق مع الاسم الخاص بك، ثم تتركه لمدة يوم واحد في مكان مظلم، ثم في الغد تحمله معك، وأخرج وانظر كيف سوف تراك النساء وتراك الإناث، وكيف سوف تتغير يعني نظراتهم إليك. أتمنى لكم التوفيق والتيسير، ولا تنسوا الاشتراك مع إخوانكم وأصدقائكم حتى نستمر في وضع الفوائد. وكان معكم أخوكم الشيخ المغربي من قناة مملكة أنوار الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.